الشيفة سارة شيفة مغربي. انا مغربي ما شاء الله عليها. عندها واحد المطعم في القنيطرة، وهي ما شاء الله يعني انا ما بدي اوصل كل فكرة شوي مجعلكة. انا موجود الهدرة تبعي بالدارجة شوي خفيفة، بس انا حوصلكم اياها بالسورية. من احسن ما رأت عيني بالمطبخ المغربي ما شاء الله. هذا على وجودها. السلام عليكم. فيديو جديد على قناه الشيف ساره. بغيت نشكركم قبل ما نبدا ولا نقول لكم شنو غيكون اليوم في هذا الفيديو هذا. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو ديال الافتتاح، خصوصا انني كنت وقفت على يوتيوب هذه مده، ما نويتش ان نلقى دوك التعاليق زوينين ونلقى صحاباتي والمتتبعات ديالي مازال عاقلين عليا. ان شاء الله انا غنبقى معكم كل نهار، غنحط لكم فيديو على القناه الشيف ساره مع 6 ديال العشيه. غيكون واحد البرنامج اللي دائما غيكون فيديو. تبعوني تسناو لا فيديو ديالي، راه غير غادي نحط هاد الايام الاولى فيديوهات افتتاحات وحويجات زوينين اللي انا عشتهم في هذه الفتره. كنحاول عفوا نقدم لكم فيديوهات باش تعيشوا معايا واحد اللحظات وتعرفوا على بلايص زوينين في المغرب. خصوصا الشيف مازن اخ وصديق عزيز وغالي. ما نقدرش ما نبارطاجيش معكم الافتتاح ديالو اللي دار ديال المطعم ديال الفرع الثاني في مدينه طنجه، وقلت اليوم نحط لكم بعض المقتطفات باش تشاركوا معاه الفرحه ديالو. وما شاء الله عليه انسان محترم، حببني في سوريا وحببني في الناس سوريا وحببني بزاف ديال الحويجات. هو رمز الاخلاق ورمز العطاء ورمز يعني التعاون. وقف معايا في اصعب الظروف، ساندني معنويا كثير بزاف. وكان عنده بزاف الفضل على ساره، يعني باش نكونوا واقعيين. وكيقول لك يعني الشكر من قيم المسلمين. ما يمكنش شي واحد يدير اللي دار مازن وما نقولولوش شكرا. ومن هادشي اقل حاجه ممكن تكون في حقه كلمه الشكر قليله. خويا مازن شكرا بزاف على اي حاجه درتي معايا. حتى وانا كيكون عندي بعض الحويجات اللي ما كنقولهملوش كنلقاه كيعيط لي في واحد الوقت اللي ما كنتظرش انه يصوني لي. حتى القلب ديالو كيعلم انني محتاجه ديك المسانده وديك الكلام الزوين وديك كنبغي نطيح كيقول لي نوضي كاين الناس كيبغيوك، نوضي انت ما خصكش طيحي. كيقول لي يا جبل ما يزعزعوش الريح. دائما عنده كلام موزون، كلام كيشجع وكيقوي. كنتمنى ليه التوفيق من هذا المنبر هذا والنجاح في الفروع ديالو كاملين. وعرفتوا باش كنكون غدا عندنا زي الافتتاح ديالو اولا غدا نشارك معاه فرحه من الحويجات اللي كيدير، كنكون فرحانه وكانه اخي، يعني من كرش امي. يعني ربي اللي عالم وهو اللي عارف مدى الحب ديالي لهذا السيد هذا. كنتمنى لك اخي مازن كل التوفيق كل الاحترام، وانت على راسي اخي الاكبر غادي تبقى مدى الحياه. مهما يوقع ومهما اي حاجه تغير في هذه الحياه غادي تبقى الاخ. وانا كنوثق لك هذا الكلام في هذا الفيديو هذا فيديو خاص بك. وفي الاخير غادي نخلي الناس يشوفوا مقتطفات من الافتتاح. واخا ما صورتش كلشي، ما كنتش ناويه غادي نرجع اليوتيوب، صورت غير الانستغرام. سمحوا لنا على التصوير، يقدر يكون شويه ناقص، ولكن انا كنوعدكم بجوده غادي تكون عاليه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. غادي يكون فيديوهات خاصه بالطبخ، داكشي اللي كيعجبكم. غنبارطاجي معكم شي حويجات غتلقاوهم غير عند الشيف ساره. داكشي علاش كنقول لكم تعاونوا معايا، بارطاجيو على قدر ما قدرتوا، حيت يكذب عليكم الكذاب. باش كنلقى تعاليق زوينه هما اللي كيعطيوني الطاقه انني نزيد نصور، حيت انايا مشغوله في ما يكفيني. مي الحاجه الوحيده اللي يعني كتخلي ديك الطاقه تطلع فيا ديال السعاده وديال انني نصور لكم وندير لكم فيديوهات وهذا. وداك التعب ما كنبقاش نحس به. نتوما اللي كتقويوني بدوك الكلام الزوين، بدوك التعاليق الزوينين. عرفتي ديك النهار كنقرا قلت لا، واخا عندي الخدمه وانا دابا راه في بزاف ديال الحويجات كنديرهم، قلت لا غادي نهضر مع الناس ونشكرهم ونحط لهم بعض اللقطات من الافتتاح ديال اخي مازن.
وان شاء الله كنوعدكم مازال غنحط لكم افتتاحات، مازال شي حلقه اولا جوج عندنا خاصه بالافتتاحات اللي انا درت، مازال غنشارك معكم بعض الافتتاحات اخرين في واحد الحلقه اولا جوج. ومن بعد غادي ندوزوا الحلقات اللي غيكونوا يعني كلهم طبخ واستفاده، واحيانا غنبقاو نديروا خرجات، نقدر نطيب معكم في الطبيعه، نقدر نشارك مع شيفان كبار في حلقات، نقدر نستضيف فنان او فنانه. غيكون عندنا برنامج زوين كنوعدكم به ان شاء الله، غيعجبكم الحال. فلهذا كي كنقول المره ما عرفتش شحال من مره قلتها، ساعدوني بالبارطاج. ما تنساوش قبل ما تكملوا دابا لا فيديو ديروا جيم وخليو تعليق زوين. اصلا غير الناس الزوينين اللي متبعيني، واي واحد كيبغي ساره كنتمناه انه يخلي تعليق زوين. صدقوني دوك التعاليق واللي جيم ما نقدرش نقول لكم شحال الطاقه الزوينه الايجابيه اللي كتعطيوني بها. ودابا خليكم مع اللقطات من افتتاح اخي مازن في الفرع ديالو اللي في طنجة. تمشي للزين ونسعى يا راجل مسكين، والزمان يغلبك في الحين ما عرفتيش اش داير. الا كان في الاول حظ زوين، معنا في الاخر تعصاني اش تمشي للزين. نهار كبير وانا فرحانه لك بزاف 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 بزاف، وكنتمنى ان دير فروع في المغرب كامل، وانت المثل ديالي الاعلى، وكناخذ الطاقه منك، انت عارف هذا الشيء. جيت من قنيطره باش نقول لك مبروك عليك، والله يكمل عليك بالخير. شرفتوا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كل الشكر لكم على مجيئكم، انا بكبر فيكم بمحبتكم. الكلام ما عم يطلع معي والله مرهق. سارة شرفتي ونورتي. طول عمرك. الفنان العظيم، الفنان المهضوم المقبول، الله يعزك. شرفتوا. مبروك، غنقولها بالنيابه عليكم كاملين، حيت اكيد نتوما كلكم الناس اللي متابعيني قلوبكم زوينه وكتمناو الخير للغير، وعجبكم الافتتاح ديال اخي مازن وقلوبكم قالت له مبروك، وانا قلتها بالنيابه عليكم في هذا الفيديو هذا. كنا نتوما وانا كنتمناو لمازن الخير وكنتمناو له النجاح
كي كنتمناوه المسلمين كاملين والشعوب كاملين. حنا ما كنفرقوا لا بين هذا مغربي او هذا ليس بمغربي، حنا كنا مسلمين وكنا متحدين وكنا اخوه. ومبروك مبروك مبروك مازن، كنتمناو لك التوفيق كاملين بينا. اللي بغيت نقول لكم هما نجاوبكم على بزاف الاسئله اللي طرحتوهم عليا في الانستغرام. واش حنا المطعم غير ديال الضيافه؟ من مطعم ماشي غير ديال الضيوف وديال، انا كندير ممول الحفلات وكندير يعني اثمنه جد مناسبه. وراني درت لكم واحد التخفيض، دخلوا عندي، غنخلي لكم انستغرام ديالي هنايا للتذكير، دخلوا عندي راني خليت لكم صالاد وواحد البلا اللي هو كبير فيه بالشو ديالو فيه داكشي بزاف وزويون وكيتقام عليك الضيافه كلها. نتوما 10 الناس بثمن خيالي. دخلوا عندي الانستغرام وراه غتلقاو التفاصيل. ما تنساوش الشاف ساره اوفيسيال ولا باج عاوتاني الاخرى الشاف ساره البريمي. هذا من جهه. ومن جهه اخرى هي انني بغيت نقول لكم بان هذا المحل فيه اثمنه جد مناسبه، فيه كلشي متنوع، راه ما فيش غير داكشي المغربي التقليدي، فيه شي حويجات اللي هما ديالي واثمنه كنقول لكم مناسبه باش غتجيو تشوفي الجوده اللي كنطيبوا بها وشنو كنعطيوكم. غادي تفهموا راه اي واحد كيجي عندي كيعاود يرجع مره وجوج وثلاثه وكيحسب بان هذا الريستورو ديالي هي منزل ديالو اللي كيجي كيرتاح فيه. والحمد لله يعني كنديروا طقوس زوينه كالبخور بالعود عندي الدراري ناشطين كيعيشوا معكم لومبيونس. الماكله ديالك كتاكلها وانت ناشط كيوكلوكم كيعيشوا معكم واحد اللحظات اللي هي زوينه. كنتمنى انكم تزورونا. غتلقاو غنخلي لكم في صندوق الوصف العنوان، نخلي لكم العنوان ديال المحل في مدينه القنيطره. وشكرا على المتابعه وانتظروني في فيديو لاحق ان شاء الله على الساعه 6 غدا.